لو ده هيثبت لك انك ايه؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. ده مش اسلوب رومانسيين من فضلك. النهارده احنا مش جايين نتكلم عن قيس وليلى ولا روميو وجولييت اللي ماتوا مسمومين، لا يا صاحبي، احنا جايين نتكلم بسنس وهندسه. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبله. ليه لما بنحب بنحس اننا طيارين وفاقدين الوعي والشعور ومسحورين، وليه لما بنفركش بنحس اننا مدشدشين؟ ليه الحب بيخلي الواحد فينا عامل زي اللي شرب سيجاره ستروكس ونازل يرقص في فرح شعبي؟ الحقيقه المره يا زميلي ان الحب مش بس مشاعر وقلوب بتطير. الموضوع لازم يبقى فيه احساس. الحب ده صنف تقيل قوي، والمخ هو الديلر الكبير اللي بيوزع علينا الشغل ده. النهارده بقى يا معلم هنعرف ليه الحب زي المخدرات ويمكن اكتر. عاوزين نشرب حشيش يا ولاد. بص يا سيدي، اول ما عينك تروح لوحده بيبدا المعمل الكيميائي اللي في دماغك يشتغل. وبعدين هي فيها وبعدين يا علي اكيد ها على وشي. خيال ملوش حدود وكوشه وفستان وزغاريت وورد بيتحدف. يا جماعه احنا مغيبين ومش واخدين بالنا من حاجات كتير. والدماغ هنا بيلعب دور المعلم اللي بيوزع الضيوف. اول ماده بتترش هي الدوبامين، وده يا معلم هرمون المكافاه، وده اللي بيخليك تحس انك مرتاح ومنعش ومنفصل وعايش في اللاوعي. الدوبامين ده هو اللي بيفرز المخ لما الواحد يشرب سيجاره او حتى يضرب حته شوكولاته او حتى يكسب في الرهان. عشان كده في البدايات بتبقى هاي، مش شايف قدامك، الضحكه شقه وشك، ممكن تمشي في الشارع تكلم نفسك عادي. انت هنا يا معلم مش واقع في الحب، انت شارب حب. وبعدين يجي دور النوربنفرين، وده بقى اللي بيخلي قلبك يطبل درجن درجن اول ما يشوف الهدف. وده بيحصل بسببه حبه حاجات: عرق في الايد ورعشه في الرجل كل شويه وتلعثم في الكلام. ده بالظبط زي تأثير المنشطات، بتخليك هايبر ومتوتر بس في نفس الوقت مبسوط. المشكلة بقى مش في البداية، المشكلة في التعود. المخ ده لئيم، بيجرجر فيك لحد بعد فترة من الحب الجرعة اللي كانت بتكفيك مبقتش تنفع، ويديها حتة عاوز حب اللي هيرتكب جريمة. في الأول كان مسج واحد منها بيخليك طاير، دلوقتي لو ما اتكلمتش ال 24 ساعة في ال 24 ساعة تحس انك هبطان ومسقط. يضيق نفسي كأني بموت. لا حول ولا قوه الا بالله. وده اللي بيسموه في العلم التحمل. انت بقيت مدمن وجود الشخص ده في حياتك، غيابه بيعمل لك اعراض انسحاب، تلاقي نفسك قاعد ماسك الموبايل بتعمل سكرولينج على صورهم وتشم في هدومهم. انت هنا مش رومانس خالص يا حبيبي، انت بتموف اون ومحتاج جرعه. والعلم بيقول ان المناطق اللي في المخ اللي بتنور لما بنشوف اللي بنحبهم هي نفسها المناطق اللي بتنور عند مدمون الكوكايين. يعني من الاخر يا معلم انت كيف مشاعر، والطرف التاني هو الصنف بتاعك. انا مش مدمن. نيجي بقى للي بيوجع بجد، الفركشه. لما القصه تخلص المخ بيحصل فيه انقلاب عسكري وحرب نوويه، انت مش قادر، بتجيب اخرك، بتجيب اخر نفس، ولكن الديلر بتاعك هو المخ. فجاه قفل الحنفيه، مفيش دوبامين، مفيش اكسيتوسين، خلاص ما عادش منه الكلام ده. جرحوني وقفلوا الارزاق ما تلاقوا لي زيك ولا سلامتي يا خساره. هنا بقى بتدخل في مراحل الانسحاب الحاد، جسمك كله بيوجعك، بيقولك انا قلبي مكسور. وعلميا يا زميلي الوجع النفسي بتاع الفراق بيشغل نفس مراكز الوجع العضوي في المخ، يعني كأن حد ضربك بمطوه قرن غزال في جنبك، بس المطوه دي معنويه. تلاقي نفسك عايز ترجع بأي تمن، تعبت انا اسف وانت ما غلطتش. صح، واللي بيتعمل فيها احسن من كده كمان، اكتر من كده كمان. ولو ده هيثبت لك انك تعمل لايك على صورهم القديمه بالغلط عشان تلفت نظرهم، دي مش كرامه ضايعه، بس الكرامه دي ضاعت من بدري يا باشا. ده بس مخك بيحاول يشمشم على اي ريحه من الجرعه القديمه عشان يهدي بيها ضربات قلبك. طيب كفايه تريقه وخلونا نتكلم جد شويه. الحب فعلا كيمياء وفعلا بيأثر على الدماغ زي المخدرات بالظبط، بس الفرق ان الحب ده مخدر شرعي، ربنا خلقه عشان نعمر بيه الكون مش عشان ندمر بيه نفسنا. اول خطوه ديتوكس، بلوك من كل حته، امسح الصور وبطل تسال هم عملوا ايه النهارده. تاني خطوه، عوض الدوبامين ده بحاجه تانية مفيده، رياضه، شغل او لمه صحاب مثلا. تالت خطوه، افهم ان الوجع ده وقتي، المخ هياخد وقته عشان ينضف، وبعد فتره هترجع طبيعي تاني، وهتكتشف انك كنت مغيب في ملكوت الله. في الاخر يا صاحبي الحب اجمل دماغ ممكن تعيشها في حياتك، بس بشرط تختار الديلر الصح، اختار اللي يديك جرعة حنان وامان، مش اللي يديك جرعة هم ونكد. حب بس بلاش تأفور، خليك كيف تقيل، عارف امتى تفتح قلبك وامتى تقفل المحل وتنام. واحنا كنا بنعرض تمن الفكرة من القلب، معمل المشاعر. ولو عجبكم الكلام اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل صنف جديد من الحكايات.